يقول الملياردير السعودي الراجحي: كنت فقيراً لدرجة أنني عجزت عن الاشتراك في رحلة للمدرسة قيمة المشاركة فيها ريال سعودي واحد، رغم بكائي الشديد أمام أسرتي التي لم تكن تملك الريال. وقبل يوم واحد من الرحلة أجبت إجابة صحيحة، فما كان من معلم الصف وهو فلسطيني الجنسية إلا أن أعطاني ريالاً مكافأة مع تصفيق الطلاب. حينها لم أفكر وذهبت مسرعاً واشتركت في الرحلة، وتحول بكائي الشديد إلى سعادة غامرة استمرت شهراً. يضيف: كبرت وذهبت الأيام وغادرت المدرسة إلى الحياة، وفي الحياة وبعد سنوات من العمل وفضل الله تعالى عرفت العمل الخيري، وتذكرت ذلك المدرس الفلسطيني الذي أعطاني الريال، وبدأت أسأل نفسي: هل أعطاني الريال صدقة أم مكافأة فعلاً؟ لم أصل إلى إجابة، لكني قلت إنه أياً كانت النية فقد حل لي مشكلة كبيرة، ودون أن أشعر أنا أو غيري بما جرى. هذا جعلني أعود إلى المدرسة بحثاً عن هذا المدرس الفلسطيني حتى عرفت طريقه، فخططت للقائه والتعرف على أحواله. يضيف الراجحي قائلاً: التقيت المدرس الفاضل ووجدته بحال صعبة بلا عمل ويستعد للرحيل، فلم يكن إلا أن قلت له بعد التعارف: يا أستاذي الفاضل، لك في ذمتي دين كبير جدا منذ سنوات. قال مستغربا: ما لي دين على أحد. سألته: هل تذكر طالبا أعطيته ريالا لأنه أجاب كذا وكذا؟ بعد تأمل وتفكر وتذكر قال المدرس ضاحكا: نعم أذكره. هل أنت تبحث عني للرد أو لترد لي الريال؟ يقول الراجحي: قلت له نعم، وبعد نقاش أركبته السيارة معي وذهبنا ووقفنا أمام فيلا جميلة ونزلنا ودخلنا. قلت له: يا أستاذي الفاضل، هذا هو سداد دينك مع تلك السيارة وراتب تطلبه مدى الحياة. ذهل المدرس وقال: لكن هذا كثير جدا. قلت له: صدقني إن فرحتي بريالك وقتها أكبر بكثير من فرحك الآن بهذه الفيلا والسيارة. ثم ختم الملياردير الراجحي قصته بقوله: أدخل فرحة، اجبر كربة، وانتظر الجزاء من الكريم. الجزاء من جنس العمل، من جبر جبر.